بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا درس صغير يشتمل على الحواس الخمسة عند الإنسان باللغة السندية. هذه إن شاء الله راح نتعلمها. فالدرس اليوم عندنا الدرس الخامس عشر وهو عن الحواس الخمسة باللغة السندية، وهي سهلة جدا، يعني ما ينبغي لها إلا شوية تركيز. يا شباب تحمسوا، يلا بسم الله. أولا عندنا حاسة نسميها بالسندي بودهنو. بودهنو هكذا. بودهنو أي حاسة السمع. حاسة السمع. بودهنو أي حاسة السمع. عندنا الحاسة الثانية لسانو. لسانو أي حاسة النظر. سنغهنا. سنغهنا أي حاسة الشم. چکھنا. چکھنا أي حاسة التذوق. محسوس کرنا. محسوس کرنا أي حاسة اللمس. فهذه هي الحواس الخمسة عند الإنسان زي ما تعلمناها باللغة العربية، كذلك تعلمناها باللغة السندية. نراجع شوية مرة ثانية. الحاسة الأولى بودهنا أي السمع. لسانا أي النظر، حاسة النظر. سنغهنا أي حاسة الشم. چکھنا أي حاسة التذوق. محسوس کرنا حاسة اللمس. شكرا لمتابعتكم، وأرجو اللي لسه ما اشتركوا في القناة يا ريت لو اشتركوا في القناة ويعملوا لايك ويفعلوا زر الجرس وسبسكرايب وإيش اسمه، اللهم صل على النبي، شير وكومنت كمان عشان يكون تحفيز لنا في الدروس القادمة. والأشياء القادمة عندنا شيقة جدا إن شاء الله راح نشوفها معا. وأشكركم الحقيقة على 50 مشترك في القناة. أحس بسعادة كبيرة جدا في خلال أسبوع و600 تقريبا فيوز. فشيء جيد جدا، فالحمد لله. ونجتهد مع بعض إن شاء الله ونزيد من هذا العدد بإذن الله عز وجل. ونشوفكم على خير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.